حبايبي الحلوين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. هنعمل بقى الحمام الكذاب بطريقه حلوه جدا. انا بعمل الطريقه بتاعه الحمام الكذاب بطريقه تجنن. كل اللي بيجربوا عندي بتعجبه جدا بشهاده كل اللي جربوه. شكله وطعمه بيبقى حلو قوي، طريقته سهله وبسيطه. هقول لك على الطريقه اللي انا بعمله بيها. وشايفين كمان الرز من جوه بيبقى مفلفل وطعمه بصراحه جنين. شايفين شكله بقى حلو ازاي، وبيبقى واخد لون حلو قوي. وكمان بعمل تحت كده صينيه بطاطس، بصراحه بيبقى يجنن، اكله متكامله. يلا بينا نسمي الله ونبدا بالطريقه. اول حاجه انا بجيب الوراك، بجيبها بحجم وسط كده، مش صغيره قوي ومش كبيره قوي. وبخلي من عند الفراخ يخليها لي. لو تعرفي تخليها في البيت اخليها، بس خليها هو يخليها لك عشان يبقى محتفظ بالجلد بتاعها كده، لان هو دوت اللي هتقدري تلفي بيه الوراك بتاعتنا. وبعدين بقى جبت الدبوس الصغير ده عشان ابني الصغير ما كانش عايز ياكل الفراخ بالرز. برش عليها بقى كده رشه من الملح، ورشه كده من الفلفل الاسود. وبحط عليها بقى نص دوت كيس مرق الدجاج، بحط مع عليها بس نص الكيس او بهارات فراخ اللي عندك، نص معلقه كده من كل حاجه. واعملي مساج للفراخ كده ودلكيها في قلب التوابل البسيطه اللي انت عملتيها. ده بيعمل لها بقى كده، بيخلي التست بتاعها عالي وطعمها حلو جدا. وبس، وبسيبها جنبي. وبعدين بقى حله على النار، بحط فيها معلقتين 3 كبار من الزيت، عليهم كده معلقه من السمنه. وببقى بشره بصلايه او اضربي بصلايه كبيره في الكبه على حسب كميه الرز اللي انت عايزه تعمليها. انا هعمل كميه رز تكفينا ناكل منها وكمان نحشي منها الفراخ. هبتدي بقى اقلب في البصله كده لحد ما البصله بتاعتي تبتدي تدبل وتبتدي تاخد لون. قلبي بقى البصله بتاعتك. وبعدين ببتدي اتبلها. انا بنزل عليها بنص معلقه كده من السكر، وبقلب فيها. وبعدين ببتدي انزل بالتوابل بقى بتاعتنا، فلفل اسود، كل حاجه كده رشه صغيره فلفل اسود وتوم باودر على بصل باودر، ونص معلقه كده من الكركم والكاري. انا بحط الكركم والكاري على بعض، وكمان ورق لورا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعدين بنزل بالرز بتاعنا، الرز الابيض، وببتدي اشوحه. طبعا لو عايزه تحطي هنا كبد وقوانص ممكن تحطي، بس احنا هنعملها من غير كبد وقوانص خالص. وهنحط برضو رشه صغيره من المرقه الفوريه. وبعدين بظبط الملح بتاعها. بنزل بقى بالميه السخنه بتاعتها، اقلب بس كده الرز عشان يتشوح معانا كويس. والخطوه دي بتبقى مهمه جدا عشان الرز يفضل مفلفل. بظبط الميه كاني هسوي رز عادي خالص، وبغطي عليه. اول ما الرز بيبتدي يتشرب، ما بيبقاش بقى، بيبقى ناقص له ايه شويه صغيرين يعني. اول ما الرز بتاعنا بيبتدي يتشرب باخد الكميه اللي هحشي بيها. وبعدين ببقى موطيه طبعا على الرز عشان يكمل سواه. الرز بتاعنا واخد كميه الميه اللي هو محتاجها، فهيستوي في الفرن عادي جدا، لاني انا سقياه. هو بس لسه محتفظ كده بالميه والبخار بتاعته. ابتدي بقى احشيه كده بالشكل اللي انت شايفاه ده. فتحي بقى فيه وعلى اي سطح كده، وابتدي لفي الجلد بتاع بصي زي ما انت شايفه كده انا بعمل ايه بالظبط. بالخله طبعا بتاعه الخشبيه ديت. تبتدي بقى ايه، تلفي كده وتدككيها كويس على اساس ما يخرجش منها رز يعني. تبتدي تحافظي على شكلها. ومن فوق برضو ببتدي اظبطها كده واقفلها عشان ما يخرجش منها رز في التسويه. مش هتحتاج طبعا معانا ميه خالص، الرز بتاعنا واخد كميه ميته فهيستوي كويس جدا. هوريكي كمان واحده. انا ببتدي احشي الورك كده من الحته المتفرغه اللي تحت دي. بصي زي ما انت شايفه كده شكلها. وبعدين ببتدي الم بقى الجلد بتاعها. وانا بلم على حسب بقى الحته، لو في حته مقطوعه زي ما انت شايفه كده ببتدي ايه اشبكها في التانية. بقى دككه كويس من ورا من فوق. بظبط شكله كده بحيث الرز بتاعه ما يخرجش خالص. شايفين انا هعمل كل الكميه بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. وما انساش طبعا اقفلها من فوق على حسب طبعا. فعشان كده بيفرق معاكي قوي ان انت تخلي حد بيعرف يخليها كويس هو اللي يخليها لك، عشان ما تبوظ منك ولا اي حاجه. طبعا هنا احنا ممكن نسلقه وبعد كده نحمره عادي جدا، مش هيفك منك برده ولا اي حاجه. بس انا كنت حابه اعمله جنب صينيه بطاطس بالخضار كده، كل الخضار بتاعنا وفلفل الوان وطماطم وبطاطس وحلقات من البصل. قطعت كل الكلام دوت، وبقيت بنفس التوابل ملح وفلفل اسود. هدلك الكلام ده كله في بعضه وبس كده. بصراحة يعني بتديني نتيجة جميلة جدا. هبتدي ارص بقى الفراخ فوقيها بالشكل ده. كوبايه كده بقى من الميه. طبعا خلاص ما عنديش شوربه، نص كوبايه كمان من الميه. بقيه الكيس بتاع المرقه اللي احنا خدنا نصه بس للرز.
هنزل عليه بقى بمعلقتين كده من معجون الطماطم، وهقلب الكلام ده كله في بعضه، وابتدي احطهم كده على وش الحمام بتاعنا، وهدخلها الفرن. هتستوي بقى حلو جدا، وهتاخد لون في اخر كده 10 دقايق اولع عليها الشوايه. الفراخ هتنزل الصوص بتاعها مع البصل مع الطماطم مع نص كوبايه الميه دي، انا ما زودتش حاجه تاني. وبص منزله صوص كتير جدا، يعني كان طعمها حلو قوي جنب شويه الرز اللي عاملينهم بجد خيال. كل واحد اخد بقى طبق رز كده عليه واحدة حمامية مع شوية بطاطس، كان يجنن. زينيها بقى بشوية زبيب شوية حمص اللي عندك. بألف هنا وشوفها مقدما لكل اللي هيجربها. ما تنسيش بقى لايك وشير للفيديو، وكمان لو انت مش مشتركة في قناتي تشتركي في القناة وتفعلي جرس التنبيه عشان يوصلك مني اشعار بكل جديد. شايفين بقى الرز من جوه والحمام ومستوي حلو جدا. اخدت معايا ساعة في الفرن بالظبط على درجة حرارة 180 وعلى حسب درجة حرارة الفرن عندك. ما تنسوش بقى تصلوا على النبي في الكومنتات، وباي باي.